انا بفكر ازرع لوبيا، تمام؟ فانا عايز اعرف ميعاد الزراعه، معدل التجاوي للفدان، انواع التجاوي، والارض المناسبه لزراعه اللوبيا. هنتكلم في كل التفاصيل دي، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مكملين معاكم عن زراعة اللوبيا في مصر، من الزراعة حتى الحصاد. قلنا عنه محصول مربح وممكن تتعدى وارباحك 150,000 وتوصل ل 200,000 جنيه. طلعت الناس تقول لي يا عم انت متأفور ومش عارف ايه وكلام من ده، وقالوا اقصى حاجة الفدان بيجيب له طن. هاخد كلامك واللي انت بتقول عليه ده، الفدان بيجيب له طن، تمام، 1000 كيلو. طيب انا من موقع لسه النهارده والله عامل سكرين شوت للصوره انت شايفها ديت، تمام، للموقع ده بيعلن اسعار الحبوب وفول ومش عارف ايه وعدس وفاصوليا والكلام ده كله. الطن ب 85,000 جنيه، الطن ب 85,000 جنيه. هجيب طن على كلامك، هجيب طن يبقى 85,000 طن في 85 جنيه للكيلو، يبقى الطن ب 85,000 جنيه. هصرف كام؟ بالكتير قوي هصرف 15,000 جنيه، من 10 ل 15,000 جنيه مصاريف، تمام؟ هيصفالي صافي 70,000 جنيه خلال 70 يوم بيساوي 70,000 جنيه، 70 يوم ب 70,000 جنيه. وبرضه يا باشا ليك قرار، انت عايز تزرع مش عايز براحتك. فانت ليك حريه الاختيار انك تزرع لوبيا او ما تزرعش، تمام؟ وانت ده قرار يرجع لك. يعني احنا بنقول معلومه، ومعلومه ممكن ما تكونش مثلا معلومه، مثلا انت ممكن تراجع ورايا وتشوف غيري برضو بيقول كذا وكذا وكذا. لو انا غلط ما تسمعليش، او انا صح كمل معايا، تمام؟ المهم هنزرع لوبيا خلاص، بصرف النظر عن الجماعه اللي بيقول لك بتجيب طن وما تجيب مش عارف ايه ديت. يا عم انا هجيب طن وهبيع الكيلو ب 50 جنيه، هجيب 50,000 جنيه خلال 70 يوم، هصرف 10-15,000 جنيه، يبقى انا موفر 30,000 جنيه. يعني ده على الميت خالص، 30,000 جنيه خلال 70 يوم، تمام؟ وممكن ازرع بعديه ذره برضه، ممكن ازرع بعديه، وممكن احمل لوبيا على ذره، ممكن احمل لوبيا على عباد، ممكن نحملها على كذا حاجه. فاللوبيا زرعه سهله، زرعه حلوه كده، فهنزرع لوبيا، تمام؟ اللوبيا في مصر الناس بيقولوا عليها المحصول ال70. 70 ليه؟ عشان بتقعد حوالي 70 يوم في الارض، تمام؟ ميعاد الزراعه يا غالي من منتصف شهر 3 لحد منتصف شهر يونيو، تمام؟ افضل ميعاد للزراعه في خلال شهر 4 و5، لان هي الزراعات المبكره، تمام؟ معدل التجاوي للفدان من 15 ل 25 كيلو للفدان. انا لو هزرع ولو هاخد مني ازرع 25 كيلو، من 20 ل 25 كيلو للفدان. ليه؟ لو هتزرع 15 هتحط بذره او بذرتين في الجوره، لا انا ممكن احط 2 و3 وبعد كده اخف، عشان لا قدر الله حصل فحار، دوده قرده، اعفان جذور في الحبايه بتاع الكلام ده كله، يبقى انا ضامن نفسي والدنيا ظابطه معايا، عشان ما اوصلش للمرحله ديت، وان انا اوصل ان ابدا ازرع تاني من جديد وارجع والكلام ده كله. يبقى انا ما واقف على الارض ثابته، يبقى انا احط مثلا من 20 ل 25 كيلو للفدان، ممكن تقل عن كده، ايوه ممكن تقل عن كده، تمام؟ ده معدل التجاوي للفدان. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، ايه الارض المناسبه لزراعه اللوبيا؟ عندك اللوبيا بتنفع زراعتها في الاراضي الطينيه والرمليه والجيريه والملحيه، يعني في اي مكان هتزرعها، ايوه في اي مكان هزرعها. في وادي الجديد هزرعها، ايوه الوادي الجديد هزرعها. تستحمل معانا الحراره في جنة والاقصر واسوان، ايوه تنزرع في جنة والاقصر واسوان. تنزرع في النابوريه والوادي النطرون، ايوه تنزرع في الارض الرمليه. تنفع ري تنجيط، تنفع رش بيفر، تنفع مثلا ري غمر، معاك كل الحالات تنزرع فيها، تمام؟ تتحمل ملوحه لحد قد ايه؟ لحد معاك من 2,500 لحد 3,000 جزء في المليون، مع استخدام معالجات ملوحه برضه نقلل الملوحه عشان ما يضعفش النبات، فتستخدم معاك تستحمل معاك ملوحه لحد 3,000 جزء في المليون. انواع التجاوي منها تجاوي كتير جدا، عندك كريمه 7 ودج 331، تمام؟ وعندك كفر الشيخ 1 وقاها 1 ودج 127.
تمام. عندك يعني كريمه 7 ديت يعتبر اقدم الاصناف، طبعا عمرها بيوصل لحوالي 4 شهور، واحنا مش عايزين الصنف ده عشان بيطول معانا وبيحتاج جمع فقط. تمام. وبس كثير التفريعات وكثير التفريع وعينه بيض. تمام. عندك دوجي اللي هو 331 عينه حمراء، ده اللي بنقول عليه عينه حمراء مش عينه بيضة، طوله يصل 50 سم، بيعمل حوالي 4 تفريعات، عمره من 80 ل 90 يوم. تمام. عندك كفر الشيخ واحد وزن 100 حبايه يصل ل 20 جرام. تمام. اللي هو يعتبر من افضل الاصناف حاليا كفر الشيخ واحد وقهوه واحد. تمام. كفر الشيخ واحد طوله بيوصل ل 60 سم، تفريعات توصل من 4 ل 6 تفريعات. تمام. وعينه بيضه بالفلاحي كده زي ما بيقولوا، ده يعتبر مستنبط من كريمه 7. تمام. مبكر النضج، عمره تقريبا لا يتعدى 80 يوم، يمكن جمعه ويمكن دراسه. تمام. ده وزن الحبايه زي ما قلنا بيوصل ل 20 جرام، وحاجه محترمه جدا. قهوه واحد برضو صنف مبكر النضج، وده برضو بطوله بيوصل ل 55 سم. تمام. وبرضو يجمع ويدرس خلال 70 يوم او 80 يوم. ده برضو وعينه بيضه زي كريمه 7. يبقى عندك كريمه 7 وكفر الشيخ واحد وقهوه واحد عينهم بيضه. الناس اللي بقول لك عينهم بيضه وعينهم حمراء، لها عين حمراء وعين بيضه. العين البيضه ديت اللي هي الكريمه 7 وكريمه واحد وكفر الشيخ واحد، كريمه 7 وكفر الشيخ واحد وقهوه واحد. عندك كريمه 14 ودوج 331 ودوج 123، دول عينهم حمراء. طبعا عندك كريمه 7 والاصناف اللي هي الاخرى ديت اعمارهم كبيره شويه. عندك كفر الشيخ واحد وقهوه واحد ودوج 331 اعمارهم قليله، ممكن توصل ل 90 يوم وتقل لحد 70 يوم. تمام. ده معظم اصناف اللوبيا. اتكلمنا النهارده عن ميعاد الزراعه، عن الارض المناسبه، معدل التجاول للفدان، انواع التجاول. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن ازاي نجهز الارض، وازاي نخطط الارض، وطرق الزراعه، وازاي نعقم التجاول بتاعتنا برضو بماده فطريه عشان اعفان الجذور. كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم فيها الفتره الجايه. فانت طبعا هتشوفنا النهارده، لازم تتابعنا عشان تكمل معانا المشوار، عشان نوصل ل 2 طن للفدان واكتر، عشان تاخد انتاجيه كويسه باذن الله. هتمشي معانا خطوه بخطوه، بفضل الله هتوصل لانتاجيه عاليه جدا. ففضلا وليس امرا، لو انت لسه اول مره تشوفنا اشترك عندنا واعمل لنا لايك ومشاركه للفيديو لو عجبك، عشان يوصل لغيرك. وكل ما تعمل مشاركه للفيديو كل ما هيوصل لاكبر عدد ممكن، نوصل لحاجه محترمه جدا. في ناس عايزه نفسها تزرع اللوبيا ومش عارفه معلومات عنها، فانت لما تعمل مشاركه وشير هيوصل للناس ديت. ولو انت عندك اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات، ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لنا متابعه ولايك ومشاركه برضو للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعمل مشاركه وشير هيوصل للناس ديت، ولو انت عندك اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات، ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لنا متابعه ولايك ومشاركه برضو للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.